بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. ان شاء الله السلسله دي كلها بقى نبقى نتكلم فيها عن الاستراتيجيه دي. بص، قبل بس ما يعني في حاجات كده لازم نحطها اساسيات ولازم تسمعها كويس، لان الحاجات دي اللي هتبني عندك الاستراتيجيه دي كلها. انا بشرح، مش حاطط خطوات ان انا امشي عليها يعني. بس في حاجات مهمه زي مثلا ترتيب البلاي ليست، لان انا مثلا مش هينفع ان نكلمك في اوردر بلوك من غير ما تكون عارف السيوله. فلازم نشرح السيوله كلها، والاستراتيجيه ديت كلها مبنيه على السيوله. فانا شرحت لك الاتنين، تمهيد وتحفيز ليك ان انت تكمل الكورس، وانك تعرف ان شاء الله يعني اللي جاي خير، وهتعرف تبني عليه وتحقق منه ربح. تمام. دي النقطه الاولانيه. النقطه التانية، ان انا زي ما بحاول افيدك انت كمان حاول انك تفيدني، انك تعمل لايك وسبسكرايب، لان انا صدقني بزهق يعني وبمل. فعلى الاقل الاقي حافز ودعم ليك ان انت محترم الكلام اللي انا بقوله، وان انت حابب ان انا نكمل فيه. فاتمنى انك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. وخلينا نبدا. برضو حاجه اخيره لازم محتاج نقول لك عليها، ان انا مش ماشي في سرد معين، ان انا مش ماشي ان النهارده هشرح كذا وبكره هشرح كذا. لا، انا بشرح عامه. الكلام اللي هيجي هقوله، فاهم؟ وبشرح برضو في السوق، لان انا هخليك مثلا ايه، النهارده هنتكلم عن الاستراتيجيه اللي اتشرحت المره اللي فاتت. هنقول فيها حاجات، الحاجات ديت لازم تكون موجوده في السوق عشان اقولها لك، غير كده انا ممكن ننساها اصلا. تمام. فاتمنى تكون الرساله وصلت. تمام. طيب خلينا نبدا. احنا دلوقتي على USD/JPY. حاجه برضو اخيره لازم تعرفها، ان الاستراتيجيه دي بتنفع مع كل زوج، بس احسن زوج هتلاقي عليه نتائج هو زوج الباوند دولار. ده احسن زوج عشان فيه سيوله وكده، عكس الازواج التانية. يعني بص مثلا ده الين دولار. بص هتيجي ايام كده، ايام ما يعلم بها الا ربنا، فاهم؟ الباوند دولار هتلاقيه متحرك على طول وفيه سيوله والدنيا فيه حلوه. فخلينا نبدا في فيديو النهارده. احنا دلوقتي على فريم اليوم على الباوند دولار. لو جينا كده نبص، طبعا انت لازم تبص على فريم اليوم والاسبوع، وكل ده هتعرفه معايا. بس بعدين يعني مثلا الاوردر بلوك، مثلا انا هنا شايف اوردر بلوك. طيب الاوردر بلوك برضو معناها كتلة خلت السعر يطلع او ينزل، حاجة قوية جدا بتزق السعر. تمام. انا هشرحها لك شرح بسيط كده عشان تكون معايا. هنا مثلا الشمعة دي صعدت، بعد كده لقت كتلة قوية بتزق السعر ان هو يتباع. بص السعر اللي عند الشمعة دي فضل ينزل، كسر الشمعة دي وكسر كده وكمل هبوط، يبقى ده عندك اوردر بلوك. تمام. تمام. فالسعر مشى، وبعد كده هنا كون سيولة اهي، بعد كده جه هنا برضو كون سيولة. انت طبعا وعارف ان كل ده سيولة من الحلقة اللي فاتت. انت مثلا ممكن تيجي تقول لي ايه، تقول لي انت قلت لي ان ده بيحصل في الجلسات في فريم صغير زي فريم ال 15 دقايق والخمس دقايق. هقول لك لا، كل حاجة سيولة. يعني مثلا هنا برضه عشان تكون واخد بالك. بص اهو، اهو دي سيولة. هنا برضه هل السيولة لازم تكون قمتين بس او قاعين بس؟ لا، بص هنا كل دي سيولة اهو. السعر راح نازل في الشمعة دي، راح سحبها، وبص بعد ما السيولة بتتسحب اللي بيحصل، السعر بيطير. يعني هو هنا عاش يعني. بلاش ديت يا عم، ممكن مثلا نخليها كده. 290 نقطة اتحرك فيهم 20 يوم، في المقابل ان هنا اتحرك ضعفهم 400 نقطة، 425 نقطة في 9 ايام بس. فالموضوع وصل لك طبعا لما السيولة بتتسحب السعر بيطير بشكل عامل ازاي. وده اللي انت شفته بنفسك في الحلقة اللي فاتت على الباوند دولار. طيب خلينا هنا، احنا حددنا دي سيولة والسعر هنا احترمها وجا عند الاوردر بلوك. وخلينا نبص على الفريمات الصغيرة اللي حصل. انا في العادة مش ببص على الاربع ساعات كتير، ده برضه عشان تكون حضرتك ايه عارف. طيب الساعة خدنا نظرة سريعة، ان السعر كله كان صاعد، محدش هيعرف يفكر في البيع. ننزل على 15 دقيقة ونبص بشكل احسن. ده الكلام ده كان الاسبوع اللي فات. ايوه الصفقة ديت انا فاكرها وكنت عامل فيديو عنها تقريبا. ما علينا. نبص كده واحدة واحدة اللي حصل. السعر كون سيولة هنا،
liquidity وسيولة هنا والسيولة هنا كمان. طب نحللهم واحدة واحدة. ادي هنا وادي هنا. لا شكرا. وادي هنا وادي هنا. طبعا كل دي سيولة قدامك باينة، مش محتاج ان انا خلاص بقى نعمل في كل حتة. تمام. السعر عامل سيولة فوق وسيولة تحت. بص اللي حصل على فريم 15 دقيقة، السعر راح جاي راح ضارب كل السيولة ديت. حلو. بعد كده راح طالع فوق، نزل، طلع تاني، سحب السيولة دي كمان. وانا فاكر ان دي كانت كمان في جلسة لندن، صح؟ الساعة 3:30 مظبوط، في جلسة لندن. بعد ما ضرب السعر السيولة دي، اللي حصل السعر راح نزل بقوة، سحب السيولة دي. لا ده ما سحبش حاجة، بس هو كون سيولة جديدة. يعني بص لو شدنا الخط ده، طبعا كل دي سيولات اهي. تمام. وراح مكون هنا كمان سيول برضو، عشان تكون واخد بالك حاجة ديت مثلا ما كنتش هقولها بس لازم تكون عارفها، ان الشمعة ام ديل قوي دي في الاصل سيولة ازاحة. يعني شوف بقى انت عايز تقولها عليها ايه، بس لما السعر يعمل ديل قوي يبقى سايب سيولة هنا. يعني لا بص، فكر بوجهة نظر واحد بيتداول بالتجزئة او واحد بيتداول بالقمم والقيعان. لو جه اشترى هنا مثلا، وفي مخيلته مثلا ان السعر هيكمل في الصعود، هيحط ستوب لوس فين؟ هل مثلا هيحطه هنا؟ هيحطه هنا؟ مش واقعي. اقول لك لا انا هحط تحت هنا خالص. طب اشمعنى يا عم؟ يقول لك ما هو السعر بص كل دي قاع، كل ده قاع، لكن السعر احترمه، فلما يجي ينزل هنا تاني هيشتري او هيكون فيه مواجهة. بس مش ده اللي بيحصل. السعر لما بيلمس المنطقة دي يا جماعة بتلاقيه نزل بقوة غبية. يعني بص هنا اخترقوا، يعني احترموا مرة كمان، ده كان كون سيولة هنا برضو. لكن بص بعد كده، طب ليه بينزل بالقوة دي كلها؟ عشان ما يديلكش فرصة، ما يديش لواحد مثلا بيفكر او قال خلاص الصفقة ديت هيطلع مثلا يطلع منها. لا هو بينزل بشومة، يعني بينزل حرفيا على دماغه. يعني فاهم؟ ربنا يحمينا كلنا. تمام. المهم، فده يعني ده الكونسبت او الفكر العام ورا السيولة. تمام. السعر هنا جه راح سحب السيولة دي، بعد كده راح نازل عمل تشينج اوف كاركتر، وبعد كده راح جاي هنا وراح محترم السعر الاوردر بلوك ده، لان ده اوردر بلوك برضه. ده هل هو صعد احتراما للاوردر بلوك؟ هقول لك لا، هو صعد عشان يوهم واحد مش فاهم ان ده بص والله دي اصل ديت انت لو جيت تحسبها ده اوردر بلوك ومنطقه دعم، السعر جه هنا وطار عندها بقوه. مظبوط. لو انت واحد ده، فلو انا جيت شرحت لك الاوردر بلوك بس من غير ما اشرح لك السيوله هتقول لي انت راجل كذاب. ما الاوردر بلوك اهو، والسعر ما احترمه اول مره وبعد كده نزل سرقه او خطفه. فانا مش هينفع نشرح لك الاوردر بلوك من غير ما نكون شرح لك السيوله. فبص بعد كده اللي حصل، السعر راح سحب السيوله ديت وراح نزل تحت، احترم الاوردر بلوك وصعد. صعد شويه لحد ما كان في سيوله هنا. لو بصينا على فريم صغير، خلينا بس نعلم عليها. نجيب لون تاني برضو، جبنا فريم زي ال5 دقايق. بس كده. انا جيت قلت لك ايه؟ قلت لك لما يكون السعر عامل ديل قوي يبقى معناها ان في سيوله. طيب بص كده الديل ده مقارنه باللي حواليه، ده ديل قوي. بص السعر، انا فاكر كان في اخبار برضو هنا. بص انا فاكر لان انا فاكر كل الصفقه ديت انا كنت فيها. المهم السعر وقت ما طلع، وطبعا هتعرف بعدين ان ده اوردر بلوك، فعشان كده برضو بريكر بلوك، فعشان كده برضو السعر احترمه. السعر هنا كان سايب سيوله، وبرضو اهو اهو تاني تالت سيوله باينه قدامك خلاص، ما ملهاش. السعر راح طالع ضربها في ديل الشمعة ده وقت الخبر، وبعد كده راح نزل بقوة ضرب السيولات اللي تحت دي. فانت كان في صفقة زي دي طبعا مع اخد السيولة دي مع الادوات التانية زي الاوردر بلوك، البريكر بلوك، فايبوناتشي. طبعا انا شرحته لك، والفايبوناتشي الاداة الوحيدة
مش فاكر الصراحه الوحيد او لا، بس الاداء الاقوى من اللي انا قلته لك المره في البلاي ليست اللي فاتت او البلاي ليست الاولى. بص كده، 50%. لو جينا برضو نقيسه فايبوناتشي على الاجسام بس، ده كان اعلى جسم وهنا ادنى جسم. شكرا. بص كده، انت مضايقني الصراحة. هنخلو ده او تي اي، مش فاكر موجودة في ايوه، او خليك برضه عشان نحدد كله بالمرة. وهنا وهنا ماشي. هنشيل كده الفايبوناتشي، وعايزك تبص على احترام السعر ليهم. هنا كان في او تي اي مع سحب السيوله مع البريكر بلوك اللي لسه ما اتشرحلكش، فعشان كده انا مسحته. السعر بعد كده راح نازل، الخبر كان سلبي عشان يسحب السيوله، وانت تشوف السعر كان انتهى. لو شفت ان السعر كان انتهى، فاعتقد ان انت لسه محتاج وقت وفيديوهات اطول في السيوله، لان السعر زي ما قلت لك من شويه، طالما عمل ديل قوي يبقى في سيوله هنا. طبعا احنا عشان على فريم 5 دقايق بس، لما يجيب لك فريم زي 15 دقيقة هتشوف قوة الديل ده عامل ازاي. تمام. بص هنا احترام السعر للاو تي اي اللي احنا محددوه، هنا احترمه في ديل، بعد كده نزل. هنا راح طالع بقوة عشان يكسره، بعد كده هنا برضو زي ما انت فاهم، ديل قوي بيساوي سيولة، السعر راح جاي عنده وراح ساحب السيولة. بعد كده طبعا احنا مش في وقت جلسات فهنشرح على فريم اكبر، لان الجلسات ديت لها قصة كبيرة اكبر من كده انا بنتكلم عنها بعدين. المهم، السعر جه هنا برضو راح مكون سيولة اتسحبت لحد ما عمل تشينج اوف كاركتر، ماركت شيفت. طيب احنا كده السعر خد السيولة دي والسيولة دي، حلو. بس زي ما انت فاهم، افتكر بقى معايا كده في اول الفيديو احنا حددنا اوردر بلوك على فريم اليوم. هل السعر على فريم اليوم هيعمل النطاق ده بس؟ لا، لان فريم اليوم ليه قوة وليه رياكشن اكبر بكتير، والسعر مش هيحترمه خلال يوم او يومين بس، لا ده هيحترمه ايام واسابيع. بص بعد كده اللي حصل، بعد ما كون السيولة وخلاص السيولة كلها اتسحبت والسعر صفى السيولة. بص كده، انا عايزك تبص صفى السيولة كم مرة. ادي دي السيولة اتصفت، ادي واحد، وبعد كده راح مصفي دي هنا اتنين، بعد كده راح مصفيها مرة كمان. 3 مرات بيصفي السيولة، بيقتل اي حد حرفيا. طيب تتأكد بعد كده ان السعر نازل امتى؟ لما تلاقي الزخم ده كله. حد مثلا يقول لي ايه، يقول لي طب ما هنا برضو لما نزل بزخم. هقول لك كلام جميل جدا، وعلى فكرة السؤال ده سؤال قوي وانت لازم تفكر فيه. ايه اللي خلى ان السعر هنا تشوفه ان خلاص هيحترم الزخم وهنا مش هيحترمه؟ السعر ساب سيولة. ركز بقى الكلام ده، لان الكلام ده على فكرة مهم فوق ما انت متخيل. السعر ساب سيولة لان انت بتشرح دلوقتي، بتفهم الخوارزمية بتفكر ازاي. هو لو كان عايز يطلع ويكمل في صعوده كان هيسيب سيولة بالقوة ديت؟ لا. يعني مثلا لو انت مثلا معاك عربية، حلو، وما قفلتهاش، نزلت تجيب حاجة، هل انت معنى انت هتخش تبات جوه؟ لا، انا معناها ان انا طالع بسرعة ونازل، بس دي الفكرة. السعر هنا راح نازل بقوة، اوهم ناس ياما ان خلاص مفيش صعود تاني، وكله حط ستوباته هنا بعد ما سحب السيولة مرة واتنين، سحبها تاني هنا برضو، فاوهم الكل خلاص، ومنزل بمومنتوم ونازل بكل قوة. تمام. بس لما ساب سيولة راح طالع مصفي تاني وتالت، وبعد كده راح نازل، وهنا نزلته فيها زخم برضو، فاهم؟ بس غير كده كان صف السيولة 4 5 مرات فوق مع الاوردر بلوك مع الزخم وفي سيولة تحت، فخلاص السعر بيقولك ان هو هيتدمر. طب هيتدمر لحد فين؟ طبعا اهدافك كانت المفروض فير فاليو جاب ديت، لسه ما شرحتهاش يعني، بس عامة بشكل عام زي ما احنا ما كنا على فريم اليوم. بص هنا، يعني مش عايز نقول لك يعني، بس ده بريكر بلوك يعني،
زي الفكره اللي انت خدته الاوردر بلوك بس بالعكس، اوردر بس معكوس، فده اسمه بريكر بلوك. بي خلينا في 15 دقيقه ماشي. خلينا هنا برضو السعر راح نازل، فانت طبعا المفروض كنت تبيع من هنا من فير فاليو جاب هنا. يعني بص مش زق معايا، يعني زق معايا ان انت تعرف حاجه اسمها فير فاليو جاب واوردر، زق معايا الدنيا يعني. هنشرحهم لك والله بس مش دلوقتي، لحد ما نحس ان السيوله اللهم صل على سيدنا محمد، صلى على النبي يا عم معايا. السيوله والاستراتيجيه دي بشكل عام اتفهمت. تمام. فهنا فير فاليو جاب اهو، السعر راح طالع عنده، بعد كده راح نازل السعر، بعد كده كمل نزول 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 لحد ما جه هنا كون سيوله كمان اهو. طلع سحب السيوله اللي فوق، وكان هنا اوردر بلوك. على فكره ممكن ان انت تشوف ان انا بنهري وبنضيع وقت، لكن لا، انت لازم تكون دي فكرتك في السوق. السعر يمشي بيكون اوردر بلوك، فير فاليو جاب، سيوله، بريكر بلوك، فايبوناتشي. انت كل ده ماشي، الحاجه دي معاك، ما ينفعش تمشي من غيرها، ما ينفعش. لو فكرت ان السوق او الخوارزميه ماشيه هبلولي كده او هبل مع نفسها، تبقى انت بتحلم ويبقى المجال ده مش مجالك. فاهم؟ هنا اوردر بلوك، هنا في سيوله برضو. سيوله الجلسات دي كانت جلسه يعني لندن. بص هنا ممكن انت تكون على فريم ال 15 دقيقه ما شفتهاش ان هي سيوله، بس بص هنا. طب هتقولي انت عرفت منين ان هما متساويين؟ او هقول لك ده هتيجي مع الخبره، وطبعا مش شرط كانوا يكونوا متساويين، بس دي سيوله بشكل عام هتيجي مع الخبره وقعدتك مع الشرط. ليكويديتي تقريبا دي لازم تكون 3 ونص بالظبط. وهتعرف برضو اهميه وقت الساعه 3 3 ونص و9 ونص و8 ونص و10. التوقيتات دي بتوقيتات نيويورك، هي حرفيا كل حاجه في السوق. تمام. السعر راح نازل سحب السيوله، وبعد كده جه هنا الساعه اكيد دي 8، لا دي 10 بوم، السعر انهار كله، سحب السيولات دي كلها. تمام. طبعا احنا حددنا ان ده بريكر بلوك او فير فاليو جاب. هل السعر نزل لهم كده؟ بص على فيلم 15 دقيقه وانت تعرف ايه ده يا معلق. او بلاش دي عشان ما تزولش. سيوله تانية، السعر طلع كون هنا سيوله، راح طالع سحبها، مع ان ده اوردر بلوك. السعر طلع عنده، سحب السيوله ديت، راح نازل عاطي ماركت شيفت، وبعد كده راح نازل بزخم قوي، كان سايق فير فاليو جاب. ليكويديتي سيوله هنا سيوله هنا، راح طالع سحبها، راح مكمل في نزوله، وهدفه السيوله ديت لمس. بص على حته تانية برضو، لو انت طلعت اوردر بلوك او فير فاليو جاب والسعر لمسه شكة دبوس زي دي وما غصش جوه شويه، تعرف ان دي سيوله. يعني لو طلعت اوردر بلوك او بريكر بلوك او ايا كان اللي انت بتطلعه، ومع اول لمسه كده، بلاش دي، مع اول لمسه كده السعر راح نزل على طول، تعرف يا معلم ان دي سيوله. حاجه زي ديت انا مش هنفتكرها نشرحها لك، بس مش هتيجي غير مع الامثله، فعشان كده انت مهتم ومضطر انك تسمع الفيديو كله. تمام. بعد كده اوردر بلوك هنا برضو، السعر طلع عنده، ايه اللي حصل بعد كده؟ نزل وانهار برضو. هنا كان في سيوله اهي، وهنا ده اوردر بلوك برضو. السعر لمسه، كان سايب سيوله تحت، راح نازل راح دايسها وهرسها حرفيا. بعد كده احنا خدنا اسبوعين تقريبا، اسبوعين كاملين على فريم اليو اس دي جي بي واي، فريم ال 15 دقيقه. ركز معايا، انا اسبوعين كاملين شرحت لك الاستراتيجيه بشكل عام على فريمات 15 دقيقه، وبرضه على فريم الساعه، بس انا ما حبيتش نبص على فريم الساعه كتير
عشان لو انت سوينجر بتفتح الصفقة 3 او 4 او 5 ايام، لو انت مثلا كنت داخل في صفقة زي دي من ماركت شيفت هنا وفير فاليو جاب كده، سبت الصفقة هنا، انت لو تارجت السيولة دي بس عملت لك 3%. لو سبت السعر كل ده يعني لحد هنا بس مثلا عملت لك 8% في اسبوعين. تمام. غير لو انت ده على فكرة ده انت كده مبتدئ. ليه؟ لان لو واحد تاني محترف ما بيدخلش صفقة واحدة بس، يعني من الاخر كده ما تزعلش مني في الكلمة الجاية، لو مسك ترند بيحلبه بمعنى الكلمة، بيطلع من الصفقة الواحدة اللي هي 8% دي بيطلع منها 40 و30%. وده الفرق اللي هتتعلمه مستقبليا، وده هيجي معاك بالخبرة، مش هيجي معاك وانا مش هنعرف نشرحها لك اطلاقا، لان الموضوع مش جاي معاك كاستراتيجية بس. الموضوع مفاهيم نفسية هتتعلمها من السوق خطوة خطوة، ودي محدش هيعرف يشرحها لك، لازم السوق هو اللي هيشرحها لك. الفيديو انتهى، عامل لك فيديو 21 دقيقة، معلش السلسلة دي طويلة شوية بس هتستفاد منها كتير صدقني، ودي من اهم السلاسل اللي انت هتشوفها على اليوتيوب. فزي ما فدتك يعني يا ريت تفيدني، وعشان انا اكمل برضو في المحتوى ده ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه تحت في الكومنتات، واشوف وشكوا على خير. مع السلامة.